وقف يرقص مع العروسة عشان يقلل من توترها، ومعرفش يمسك دموعه من فرحته بابنه. يا ترى ايه اللي حصل في فرح ابن الإعلامي خيري رمضان؟ فرح ابن خيري رمضان ما كانش فرح عادي أبدا، وجه عشان يجاملوا ناس كتير جدا من الوسط الإعلامي، منهم سهير جودة ودعاء عامر وإعلاميين كتير. بس اللي ما كانش متوقع وجودهم هو الكابتن محمود الخطيب، واللي ربطته بأسرة العريس والعروسة صداقة قديمة. ده غير ان اللي كتب الكتاب الشيخ خالد الجندي. وطبعا الفرح ما ينفعش يعدي من غير ما يخفف الضغط بكام إفيه منه. ده غير ان من المفاجآت ان المطرب محمد ثروت كان هو اللي شاهد على كتب الكتاب. والفرح ما ينفعش يعدي طبعا من غير موقف محرج، والمحرج هنا بقى كان طرحة العروسة اللي طارت منها في كتب الكتاب وهي بتسلم على اهل جوزها، واللي قامت تعديلها ليها والدة العريس. وطبعا في اللحظات دي تأثر خيري رمضان من فرحته، وان دموعه كانت باينة قدام الناس كلها. عشان يخرج من اللي هو فيه قعد يرقص مع العروسة وساب العريس خالص. انتوا بقى ايه رأيكم في الفرح؟